إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وإن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين، فيقول الله جل وعلا في كتابه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. معاشر المؤمنين والمسلمين، إن عموم الدهماء ومعظم الظلماء إذا هي أطلت وأهلت وحلت الربوع والأنحاء صارت الدنا وكل الحياة كتماء، حتى يحار الحليم بين مدامسها العمياء، بين الربعة الجذباء والربعة الخصباء، ومن شدة الدموج والعتمة ينقبض حجى العقلاء عن أن يميز بين الكأداء والملداء، أو أن يفصل من غير تردد وبكل ما أوتي من دهاء بين حبال السقاء أو الحية الرقطاء. وتأملوا معاشر المسلمين، أو أن يفصل من غير تردد وبكل ما أوتي من دهاء بين حبال السقاء أو الحية الرقطاء. فما من أحد يقوى على الإبصار في حمأة الشبهات الصماء إلا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. فما من أمارات أو إرهاصات للهيجاء إلا وقد عرف نعوتها أهل العلم الأدلاء الأمناء. فاستمسكوا بغرزهم أيها الإخوة النجباء، وأملوا عليهم ما تنوون من شيئا، ولا تحيدوا عن علمائكم فإنهم مصابيح للضياء. وأما من حاد عن سبيل النجوم فقد تاه في سعة البيداء. معاشر المؤمنين والمسلمين، إن علماء الأمة هم ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء، رفعهم الله جل وعلا بالعلم وزينهم بالحلم. بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح. هم أركان الشريعة وهم حماة العقيدة، ينفون عن دين الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فكم من طالب علم علموه، وكم من تائه عن صراط الرشد أرشدوه، وكم من حائر عن سبيل الله جل وعلا بصروه ودلوه. فهم من شهود الله جل وعلا على أعظم مشهود به، ألا وهو توحيد الله جل وعلا، كما قال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال القرطبي رحمه الله تعالى في هذه الآية: دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله جل وعلا باسمه وباسم ملائكته،
كما قرن اسم العلماء الأجلاء. ويكفي علماء أمة دين الإسلام العظيم شرفا أن الله عز شانه رفع شانهم فجعلهم من أهل خشيته من بين خلقه أجمعين. فقال رب العالمين: إنما يخشى الله من عباده العلماء. كما أنه سبحانه أبى أن يسوي بينهم وبين من هم جهلة بشريعته، فقال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بل لقد رفعهم الله جل وعلا درجات ودرجات. فقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وتأملوا وتدبروا معاشر المسلمين، فمن هنا أوجب الله جل وعلا طاعة العلماء الأمناء الأتقياء، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر كما قال أهل العلم هم العلماء أنفسهم، بل إن مكانة العلماء العاملين لم تغفل في سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فقد جاءت نصوص الشرع متكاثرة متضافرة كي تشيد بمكانة العلماء العامرة. فقد جاء في صحيح الترغيب عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: العلماء في الأرض بمنزلة النجوم في السماء، بهم يهتدي الحيران في الظلماء، وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. ولما كان العلماء بهذه الرفعة وهذا المقام أوجب الشرع تكريمهم أيما إكرام. وقد روى أحمد في مسنده والترمذي في سننه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وإن توقير العلم والعلماء معاشر المسلمين لهو من إجلال الله سبحانه وتعظيم شريعته. وقد جاء في صحيح الجامع من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله جل وعلا إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي، وإكرام ذي السلطان المقسط. وقد أخذ الصحابي الجليل ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخذ بركاب أبي بن كعب رضي الله عنه، فقيل له: أنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ بركاب رجل من الأنصار؟ فقال: إنه ينبغي للحبر أن يعظم ويشرف. فقال: إنه ينبغي للحبر أن يعظم ويشرف. وتأملوا معاشر المسلمين، فإن من أصول أهل السنة والجماعة وعقيدتهم أنهم يدينون الله جل وعلا ويتقربون إليه باحترام العلماء الهداة بلا غلو ولا جفاء ولا تقديس ولا ادعاء عصمة. قال الطحاوي في عقيدته: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء
فهو على غير السبيل. ولله ذر من قال: ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. نعم معاشر المسلمين، نعم، لقد تعارف الناس في بلدنا هذا، بلاد المجاهدين والشهداء، تعارفوا في ماضيهم وزمنهم الغابر على توقير أهل العلم وإجلالهم وتقديمهم للنظر في أحوالهم. ولكن مع مرور الأعوام وتتابع الليالي والأيام سول الشيطان لبعض أبناء المسلمين النيل من علماء الشريعة وزعزعة مكانتهم ومنزلتهم لدى الناس. إن أولئك معاشر المسلمين، إن أولئك الناقمين والمستهزئين الذين تتناوش ألسنتهم وأقلامهم في الصحف والفضائيات والمواقع، وهم كجملة النساء يختفون وراء جوالاتهم وينهشون أعراض العلماء، فإنهم لا يستهدفون بذلك كله العلماء بذواتهم فحسب، وإنما يغلفون وقيعتهم في الدين بالوقيعة في علمائه وحملته، لأنهم يعلمون أن الطعن في العلماء وتشويه سمعتهم بحق أو بغير حق يورث الشك والارتياب في أقوالهم، يورث الشك والارتياب في فتاويهم وتفاسيرهم للمسائل المعاصرة والنوازل الحاضرة. حتى إن الشباب المسلم هذه الأيام مع كثرة المحرشة الكذبة صار لا يلتفت إلى أهل العلم، وإنما يحب سمع أقوال العلمانيين والشيوعيين، لأنها تجرد الحياة من الالتزام، لأنها تجرد الحياة من الانضباط. أقوال العلمانيين تجرد الحياة من نصوص الشرع وقيوده، بل ويعتبرون نصوص الشرع قديمة عفى عنها الزمان وصدعت، مع أنني معاشر المسلمين على علم بأن الشباب المسلم هذه الأيام يجهل تمام الجهل أن كل من تصدر الساحة هذه الأيام هو محرش كذاب، أو أنه علماني مارق أو ماسوني يهودي محترق، وإن هؤلاء وأمثالهم لا يصدق فيهم قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وتأملوا في كلمات هذا الحديث لعلكم تظفرون بخير. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب وقد صدق الكذبة، ويكذب فيها الصادق وقد كذب الصادقون، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. وما أكثر الرويبضات هذه الأيام صغار الأعمار أغمار جهلة. فقيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وقد رأينا وللأسف في هذه الأيام وهذه الأزمنة تخوين العلماء الصادقين في داخل البلاد وخارج البلاد. وقد رأينا تخوين العلماء الصادقين واتمان الخونة لدينهم وأوطانهم، الذين رضوا لأنفسهم أن يكونوا طابورا خامسا وأبواقا مأجورة لأعداء هذه البلاد ودينها. وبالله عليكم معاشر المسلمين، أيستغفر من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر لعلماء، ثم نبصرهم في بلاد المسلمين في الداخل والخارج يسبون ويسفهون. وتأملوا أيها المسلمون، أيرفع الله جل وعلا قدر العلماء درجات ودرجات، ثم نرى من يسعى إلى أن يوضعوا ويؤخروا. تأملوا وتدبروا معاشر المسلمين،
أيفني العلماء حياتهم وشبابهم من أجل العلم والتعليم؟ أيفني العلماء حياتهم وشبابهم من أجل الدعوة إلى التوحيد والسنة والدفاع عن ديننا وعقائدنا، حتى إذا شابت لحاهم وتقوست ظهورهم أسلمناهم لنابتة السوء ودعاة الضلالة يسفهونهم ويحتقرونهم ملء أبصارنا وأسماعنا، ونحن ساكتون فإلى الله المشتكى. فلا خير في قوم يذل كرامهم ويعظم فيهم نذلهم ويسود، فإلى الله المشتكى والله المستعان وعليه التكلان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. معاشر المسلمين، إن الله جل وعلا لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء إلا من العلم، فقال له سبحانه: وقل رب زدني علما، وما ذاك إلا لما للعلم من أثر في حياة البشر، فأهل العلم هم الأحياء وسائر الناس أموات. العلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر، فلولا العلم ما سعدت نفوس ولا عرف الحلال ولا الحرام، فبالعلم النجاة من المخازي وبالجهل المذلة والرغام. ومن أجل هذا وغيره معاشر المسلمين استعاذ نبي الله موسى عليه السلام بربه أن يكون منعوتا بالجهل، استعاذ بالله جل وعلا أن يكون منعوتا بالجهل، فقال سبحانه: قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ومن صفات أهل الصلاح أنهم لا يختلطون مع الجاهلين الكذبة. قال الله جل وعلا: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. أهل العلم به يهتدون وأهل الجهل به يضلون. قال سبحانه: ولو شاء الله لجمعكم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وأنتم تعلمون معاشر المسلمين بأن الجهل بدين الإسلام العظيم ما فشى في أمة إلا وقوض أركانها، إلا وصدع بنيانها، إلا وأوقعها في الرذائل والمهازل المهلكة. وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك وأنت أكرم من سئل. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم واجعلنا ممن يحترمون علماءهم، اللهم واجعلنا ممن يبجلون علماءهم، اللهم واجعلنا ممن يرفعون وينزهون ويبرئون علماءهم. اللهم ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أصلحنا وأصلح أحوالنا، اللهم وأصلحنا وأصلح أحوالنا، اللهم وأصلح ولي أمرنا وهيئ له بطانة صالحة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. والحمد لله رب العالمين.